الحقيقة القيم الحاكمة بتاعت حياتي عمرها ما بتبقى قيمة واحدة. دايما بيبقوا مجموعة من القيم، والقيم دول مش بس بتبقوا مجموعة لكن كمان بيبقى ليهم ترتيب. فكل ترتيب للقيم بتاعتي بيفرق في اختياراتي اللي انا هختاره واللي انا هنقيه. فمثلا هتخيل ان انت راجل شغال مدرب، وبعدين انت بتشتغل مدرب في مجال الخدمة العامة، وده بتعمله بشكل تطوعي، وبتعمل مجال التدريب ده بتعمله في مجال العمل الخاص، فبتروح تدرب شركات. تخيل معايا انه جالك تدريبين، والتدريبين في نفس اليوم في حتتين مختلفتين، واحد منهم مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بقالك 10 او 15 سنة انت عايز تخدمهم، وبتقول انه دي حاجة من الحاجات اللي انا عايش عشان خاطرها. وفي نفس الوقت جالك تدريب هتتقاضى عليه مبلغ من المال، ودوت هيساندك ويساعد اسرتك. الحقيقة لو انت اخترت الاختيار ان انت تروح مع المنظمة الغير هادفة للربح وتعمل عمل تطوعي فوق ان انت تروح تكتسب المال، ده بيقول على طول ان انت قدرت وقيمت العمل العام وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة أكتر بكتير من إن أنت تعمل شوية فلوس زيادة ممكن تساعدك، أو شوية فلوس أنت ممكن تكون محتاجها. اللي احنا بنقوله ده الترتيب دوت بنسميه المنظومة القيمية بتاعتي. فالمنظومة القيمية مش بس القيم بتاعتي لكن كمان ترتيبها من حيث الأهمية. وترتيب المنظومة القيمية دي بيبقى واحد من العناصر الأساسية اللي بتخليني أختار كلية معينة ومختارش الكلية التانية، لأنه كل كلية بيبقى دايما ماشي معاها مجموعة من القيم. فتخيل معايا لو انت دخلت كلية زي كلية الإعلام وهتروح تشتغل صحفي، الصحفي بساعات كتيرة بيبقى محتاج ان هو يكون موجود في الشارع ويسافر من حتة لحتة عشان يعمل البحث بتاعه. وبناء عليه لو انت ما بتحبش السفر، لو انت ما بتحبش البحث، لو انت ما بتحبش السعي وراء المعرفة، عمرك ما هتقدر شغلانة الصحفي. وعلى العكس لو انت عندك القيم ديت، واحدة من القيم المحورية البحث عن الحقيقة، مساعدة الآخرين، دي قيم موجودة في حياتك، ساعتها هتبقى شغلانة الصحفي من أمتع الشغلانات اللي انت بتشتغلها. وبناء عليه وانت بتفكر في كليتك او انت بتفكر في الشغلانة اللي انت هتشتغلها، دايما لازم تفكر ايه القيم بتاعت حياتي اللي ممكن من خلالها افلتر الشغلانة دي او افلتر الكلية دي هتناسبني ولا مش هتناسبني.